اهلا وسهلا بحضراتكم. تعرفني او ما تعرفنيش، انا وجدي داوود ودي قناه زيتونه التامين. دي حلقه سريعه كده جايه اطمن الناس اللي انا اتكلمت قبل كده معاهم عن ربط الحساب بتاعهم بكيو ام بي. طبعا ما قلت لهمش ان هم يستغنوا عن البنوك التانية، لكن ظهر قدامي حاجه توفر عليهم زي بنك كيو ام بي في حساب اسمه حساب ببساطه. انا لما جيت عملت الحلقه الريفيو اللي انا عملته ده كان تجربه شخصيه انا عملتها وخضتها بنفسي بالفعل من اول ما سجلت على الموقع. وبعد كده اتصلوا بيا مرورا بان انا قابلت الموظف او المندوب اللي جالي من البنك. انا رحت قابلته وبالفعل جالي لحد المكان اللي انا موجود فيه. وبعد كده اداني اليوزر والباسورد واداني ديبت كارد خاصه بالحساب المصري. طبعا انا اتكلمت عن الكلام ده كله وقلت ازاي بتودع فلوس في الحساب المصري وازاي بتفتح الحساب الاجنبي وازاي بتودع فيه. اتكلمت عن كل حاجه بالفعل. وكمان كان من الحاجات اللي انا عملتها ومحدش عملها خالص ان انا ربطت قدام عينك كمان حساب ادسنس بالحساب البنكي بتاعي اللي هو الدولاري اللي انا فتحته من البيت. طبعا هي كانت تجربه تستحق بالفعل المشاهده. فانا النهارده يعني بعيدا بقى عن ان انا شرحته قبل كده، النهارده جاي اقول لك ان انا الحمد لله بالفعل وصلتني الدفعه. تمام. لما اتخصمت الدفعه بتاعتي وتحولت من اليوتيوب لادسنس، ده كان يوم 10 تقريبا. بعد كده من يوم 21 بدأت الدنيا تتغير. لقيت ان الارباح مثلا كانت $131 وبعد كده اتحولت ل 127. وفي خلال اليوم يعني او تقريبا فجرا، يعني يوم 21 بالليل او الفجر تقريبا، بدأ يقول لي ان تم اصدار الدفعة بتاعتك وجاري ان هي معالجتها وكلام من ده، وبعت لي على الجيميل بالفعل. انا طبعا كنت يعني مقلق اذا كان انا مسجل البيانات بتاعتي صح ولا لا. فليه بقول لك بقى ان دي تحتسب لقناة زيتونة التأمين في وقت ما انا سجلتها، او ان انا ازاي ربطت لك الحساب قدام عينك؟ لان لما جيت ادور علشان ان انا اربط الحساب اصلا ما لقيتش حد يساعدني. يعني ما لقيتش حاجه تفيدني او حاجه ان انا اخدها قدامي كده ترشدني، تقول لي اعمل كذا وما تعملش كذا. طبعا لان حضراتكم عارفين الموضوع بيكون مقلق قوي، خاصه اول مره تتعامل مع حاجه زي كده. ان ازاي هربط الحساب وانا ما شفتوش، يعني ما شفتش حد بيربط الحساب قبل كده. ووقفت عند خطوات معينه، لكن الحمد لله قدرت بعد كده ان انا اعمل كل اللي وقف قدامي، قدرت ان انا احله وعملت لكم حلقه وريتكم فيها كل حاجه وقدمتها لكم يعني بكل اريحيه خالص عشان ان انتم ما تتعبوش. فانا النهارده جاي اطمنكم ان الخصم الحمد لله يعني زي ما انا قلت لكم بالظبط ما فيهوش اي تكاليف زي البنوك التانية. البنوك التانية ممكن كانت بتوصل $5 و$6، وفي بعض البنوك او في اخطاء كده اثناء التسجيل بتوصلها ممكن ل$20 كمان، لاني شفت بالفعل ناس كتير قالت كده. طيب انا اتخصم مني كام؟ اتخصم مني $1 بس. يعني من التحويل من ادسنس للحساب البنكي اتخصم هو $1 بس، لكن الضرايب دي تقريبا من 4 ل $5 يعني تقريبا ده اللي اتخصم مني بس. يعني كانت الدفعه كانت كلها تقريبا حوالي $131. فلما جيت زي ما انت شايف قدامك على الشاشه كده لقيتهم بقوا 127. الكلام ده امتى؟ الكلام ده النهارده الصبح تقريبا او على الفجر كده. لقيت بعد كده تم اصدار الدفعه بتاعتي، اتصدرت فعلا وراحت لحساب البنك. ادور على حساب البنك ما لقيتش. فبعد كده بدات ان انا ادخل تاني ارجع، لقيت ان هي اتشالت خالص وتم اصدارها وان هي تحت المراجعه دلوقتي، وان انا انتظرها في الحساب البنكي بتاعي في خلال الكام يوم. لكن انا ما انتظرتش كام يوم ولا اي حاجه، لقيت الدنيا سريعه خالص وهم بالفعل حولوها في نفس اليوم على طول. فلما دخلت دلوقتي على الحساب لقيت الدفعه موجوده، كانوا متحولين حوالي 127 ونص، وصلوا لي 126 ونص، يعني هو $1 بس. اتمنى لكم التوفيق. ده كان ريفيو كده يعني سريع علشان اطمنكم واقول لكم اعملوا حساب كيو ام بي. سيبك من اللي يطلب منك بقى يعني حاجات ملهاش لازمه وتكاليف زياده على الفاضي. انا شرحت لك كل حاجه، شرحت لك في الحلقه اللي فاتت. ادخل هسيبها لك دلوقتي في اللينك بتاع في صندوق الوصف او في اول كومنت، ادخل عليها وشوفها، او ممكن تلاقيها هنا اضغط عليها على طول دلوقتي.
وادخل عليها وهتسهلك كل حاجه ان شاء الله. اتمنى لكم كل التوفيق، اشوفكم في حلقه جديده، مع السلامه.